اهلا متابعينا ومتابعين قناه راي عام وصفحه عجل على الفيسبوك. مفاجآت جديده صادمه اثرتها المستشاره هايدي فضالي، محاميه المتهمه نورهان في قضيه مقتل والدتها ببورسعيد هي وصديقها. قالت ان موكلتها تعرضت للابتزاز وانها تعرضت للتهديد بنشر صور ليها، وان كان ده يحدث مشكله وهي كانت خايفه على اخوها ووالدها من المشاكل وان يحصل حاجه زي كده في الوقت اللي فيه الاعلام بيقول فيها كلام تاني، ان نورهان تم كشف الطب عليها وطلعت مش بنت، وان تم التحليل ليها وطلعت كانت بتتعاطى مخدرات. قصه كبيره. طبعا احنا كلنا في انتظار بيان النيابه العامه، لان دوت اهم حاجه، لان هو اللي بيجيب الكلام النهائي في القواضي زي كده. بيبقى كلام مفصل قاطع ما فيهوش كلام تاني. لسه بيان النيابه العامه ما طلعش، كل اللي بنسمعه مجرد كلام من الاعلام. كل اللي بنسمعه لحد النهارده الاب طبعا ما كانش يعرف اي حاجه عن الواقع زيه زينا واتفاجئ بيها ومصدوم. سال والدها بقاله كام يوم بيروح النيابه العامه، فسال في النيابه، قال لهم طب انا عايز تطمنوني، طيب انا يعني عايز اعرف مصير بنتي ايه، هل هي متهمه ولا لا؟ قالت بنتي ما قتلتهاش بس تعتبر اشتركت في الجريمه. ده على كلام الاب من كام يوم. خطيب البنت طبعا ما يعرفش اي حاجه، فربنا يستر يا رب كده، واحنا في انتظار بيان النيابه العامه. الواحد بقى يخاف على عياله والله من الجرائم اللي بيسمعها دي، بقى يخاف على البنت زي الولد وبقى يخاف على الولد زي البنت. ربنا يلطف فينا يا رب ويبعد عن ولادنا وولادكم كل شر. تعالوا نسمع حديث المستشاره هايدي فضالي في القضيه دي وكلامها هيكون ايه، لحد ما في انتظار بيان النيابه العامه ما يطلع. طبعا البيانات بتاعت النيابه العامه بتتاخر شويه بس بتطلع دقيقه، بيبقى هو كلامها المصدق طبعا، وهي ليها الكلمه الفاصله في القضيه صراحه. فاحنا هنسمع كلام برضو المحاميه هايدي فضالي لحد ما البيان العامه يطلع، وهنوفيكم بكل جديد عن القضيه دي. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم. انا هايدي الفضالي، كنت رئيسه محكمه جنايه الاحداث اللي هو الطفل، يعني المسمى اتغير، هبقى اقول ليه اتغير. وكنت ماسكه رئيسه محكمه جنح مستأنس ورئيسه محكمه مدني جنوب القاهره لمده كبيره يعني، وتوليت بقى العمل الخاص بمكتب المستشارة، والقضايا اللي بتشغل يمكن الرأي العام دايما بتكون يعني معايا أكتر شوية. قضايا بقى هشام طلعت، مصطفى ساويرس، منصور عامر، القضايا التقيلة اللي هي بتخص أو تمس بالذات عدد كبير من الشاغلين بقى كومباوندات ومشاكلهم مع المطور وحاجات كتيرة يعني مش موضوعنا. وبنشغل طبعا بقضايا المرأة دايما والطفل والبنات والسيدات والمشاكل دي. وده يمكن اللي جذبني قوي ان انا اتكلم مع نورهان واعرف حكايتها واسمع منها بنفسها تقول لي ايه الموضوع، ايه البعبع اللي الستات دلوقتي خايفه منه، الامهات. انا ام قبل ما اكون اي حاجه، انا ام، وفي امهات كتير عندهم حاله فزع من الروايه اللي حصلت. بس انا بتكلم طبعا من الناحيه القانونيه اولا، والحس او القانوني والعقيده وتكوين العقيده. وانا ببحث دايما زي ما كنت طول عمري ببحث وانا على منصه القضاء، وبناشد طبعا الدور الكبير اللي بتقوم بيه النيابه العامه في التحقيقات، وبشيد بدورها وبشيد بدور الشرطه القوي جدا في حل اللغز سريعا والبحث في المواضيع اللي بتحصل، اللي انا كنت ببحث فيه عشان احضر الدفوع والدفاع بتاع حبيبتي نورهان، ربنا يحميها وربنا يطلعها بره الازمه. حبيبتي نورهان طبعا حبيبتي نورهان دي يا جماعه، نورهان المقصود بيها طبعا المتهمه بالقتل، والمتهم بريء حتى يثبت. اذا هنقول لك بقى، فسر لنا كلمه حبيبتي، وخصوصا ان حضرتك الوحيده اللي قابلتي نورهان عن قرب وعرفتي منها التفاصيل، وفتحت زي ما بيقولوها قلبها ليكي، وقالت لك الحاجات اللي ما قدرتش تقولها للنيابه واللي ما قدرتش تبوح بيها. قولي لنا لو قلنا لك الراي العام كله معاكي ومصر كلها شايفاكي، هتقولي لها ايه على قضيه نورهان؟ هتخلي الناس تغير رايها ازاي زي ما انت غيرتي رايك وبقيتي في صف الدفاع عن نورهان؟ انا في شقين هتكلم فيهم. في الشق الانساني اللي انا بتكلم فيه كسيده وكمراه، وانا دايما بحارب العنف ضد المراه والبنت، هي عشان بنت نمسكها ونقطعها، لا، انا بس عايزه اقول نقاط انسانيه ونقاط قانونيه. انسانيه ان في بنت غلطت، انا ما بقولش ان هي ما غلطتش، غلطت ان هي اتحطت تحت تهديد، غلطت ان هي خافت من عيل صغير، حتى لو هو كان مسك عليها اي مسكه خلاص يا
جماعه مش البنت مش سيف عليها يعني ان هي تفضل طول عمرها، حتى لو غلطت غلطه، لو بصت لحد، لو مشيت معاه مره، لو خرجت معاه مره، نقعد بقى نقول ده انت فقدتي كذا وانت بقيتي كذا وانت وحشه وانت بتمشي مع رجاله. الست لغايه امتى والبنت لغايه امتى تبقى متهمه؟ يعني في بقى يعني نرحم البنات ونرحم السيدات. وهي لما حكت لي وفضفضت في كل الكلام، انا يمكن رويت الروايه بالظبط بالتفصيل ايه اللي حصل. ان هي قالت ان هو كان مجرد مشكله مع الولد، ومامتها قالت لها يعني ابعدي عنه ويبعد عنك، وبالفعل زقت الولد وهزقته وضربته يعني والدتها الله يرحمها، زيها زي اي ام، زي اي ام خايفه على بنتها، وبقت تمشي معاها اخوها الصغير وكده. فهي كانت خايفه طبعا عليها جدا. والبنت قالت لي انا مامتي دي انا بحبها وانا عايزه اموت، خلاص مش هشوفها ازاي، حتى لو انا كنت سبب بسيط في الموضوع بجبني وخوفي. انا كنت تسببت في ده، بان انا كان المفروض ابقى افوق بسرعه واعمل اي رد فعل اكتر من ان انا بس اقول له ايه اللي بتعمله ده ويزقني واخاف. لا، المفروض كنت اعمل اكتر من كده. يعني حضرتك شايفه ان نورهان ضحيه؟ شايفه ان هي ضحيه. نورهان ضحيه الخوف، ضحيه الخوف من المجتمع، ضحيه الخوف من على اخوها ومن اخوها، من باباها، ضحيه الخوف من كل حاجه. ان هي البنت يا جماعه لما تغلط غلطه او تعمل حاجه تروح تقول لمامتها وتقول لباباها، وده اللي احنا بنقول بقى نبطل خوف. البنت لما حد يتحرش بيكي روحي قولي انت بتتحرش بيا، ما تخافيش ان هو يقول لك ده طب انا شهر بيكي، طب انا هقول ان انت، طب انا هنزل صورك على النت، طب انا لغايه امتى هيبقى في ابتزاز؟ لغايه امتى هيبقى في تحرش لفظي وتحرش بدني؟ البدني على فكره هين، ان انت هتصرخ وتقول واحد، لكن اللفظي والتاثير والضغط والتهديد والاكراه ليه؟ فهي البنت اتحطت في الموقف ده، وكتير مننا بيتحط ممكن في الموقف ده، وولاده ممكن يتعرض اعوذ بالله للموقف ده. فلازم نحمي ده بقى بالسوشيال ميديا وبالاعلام وبالافلام، وان احنا نجيب نموذج ان هو يبقى ماشي بقى في الافلام ده هو البطل بتاعنا، شخصيه يعني محترمه ومستقره، مش واحد تافه وعربجي. الاغاني اللي طول النهار الولاد بترقص فيها وتمشي باغاني سافله. انا سمعت اغاني واحد بيقول يا بنت الكلب يا كذا، في اغنيه طلع اسمها كده. ليه؟ انا بيجي لي ذهول لما ولادي بتسمع الاغاني دي. فهيبقى الشخص اللي هيعجبه بيه مين؟ هيبقى شخص شبه دول، شبه اللي بيغنوا. فهي احنا في كارثه كبيره، وعلشان كده هي المشكله مش قضيه نورهان بس، انا تعاطفت مع المراه عموما ومع السيدات ومع الركن اللي هو دايما بحس عليه اللي هو الطرف الضعيف. طب لما نيجي نتكلم بقى في شق قانوني، لا، في شق قانوني كبير بقى نقعد نتكلم فيه 10 ساعات. لما نتكلم عن الدافع والباعث والقصد الجنائي والركن المادي والركن المعنوي لاي جريمه، طب الجريمه كانت ايه؟ طب الولد ده كان جاي يرتكب ايه؟ هل جاي يرتكب زعيق وسب وقصف، ولا كان جاي يرتكب جنايه، ولا جاي ضرب والضرب ده ادى الى الموت؟ طب تحولت نيته ولا لا؟ النيه بتاعت الضرب نيه ازهاق الروح، لان لازم ازهاق الروح ده هي الركن المعنوي اللي بيفرق بين جريمه القتل الخطا والقتل العمد والضرب الافضى الى موت. وطبعا محامين مصر عارفين الكلام ده، وقضاة مصر يقدروا يفرقوا لو قضوا الوصف. انا لسه هشوف القضوا الوصف نزل بايه، لكن ممكن يتغير قدام المحكمه، والمحكمه كتير بتغير القضوا الوصف لو ارتأت ان القصه شكل اخر او وجه اخر. القاضي الجنائي قاضي عقيده، قاضي بصر وبصيره، بيبسط كل الادله علشان يشوف الحقيقه فين. لو كل الناس بتقول راي والقاضي شاف حاجه تانية بيطلع براءه. القاضي عمره ما بيتاثر ولا بسوشيال ميديا ولا باي اقوال الا في غرفه المداوله بتاعته في القاعه. ما بياخدش معلومه من بره هو عارفها بشكل شخصي، ما بياخدش معلومه من سوشيال ميديا عشان نقول بقى انا بأثر على السوشيال ميديا ولا انت بتخليها ملاك. انا بتكلم في الحقيقه، ولو ما كنتش عارفه دي الحقيقه ما كنتش هدافع عنها، لان انا اولا واخيرا بدافع عن الحق. حضرتك رئيسه محكمه يعني، وكمان في نفس التخصص يعني كمان للاطفال، بدون حضرتك قلت لنا هتغير المسمى، بس حضرتك تناولتي جميع القضايا المشابهه. انا مش عايزه اطول عليكي، ولكن قبل حضرتك منوره بورسعيد واحنا عارفين انت من القاهره ومتواجده هنا مخصوص عشان تدافعي عن بنت بورسعيد. لما جيتي وعارفه كويس قوي ان الراي العام كله ضد نورهان، حضرتك كنت شايفه ان في حاجه غلط، ودي علامه استفهام موجوده في السوشيال ميديا، والناس كلها دايما تقول
في حاجه غلط. حقيقي. حضرتك اكتشفتي ان الغلط ده نوع من انواع الابتزاز او التهديد كانت واقعه تحت تاثيره نورهان، صح كده؟ حقيقي، ده حقيقي. هي فعلا كانت واقعه تحت التهديد ده. زي ما انا قلت الواقع بمنتهى الشفافيه والامانه. انا شفت الحوادث دي كتير، وشفت في جنايات الاحداث كتير، وكنت بحكم في قضايا تحرش، قضايا قتل، سرقات. عارفه ان معامله الحدث الطفل ليها معامله خاصه مش كعقوبه، بالعكس انا بطلب بتشديد العقوبه لان الطفل ما بقاش طفل، الطفل كبر بدري. فانا بطالب الا اننا مرتبطين ببعض المواثيق الدوليه يعني طبعا، فما بنقدرش نعدل كتير، ولكن الطفل عندنا بقى يبقى من 12 13 سنه ما بقاش طفل من كتر ما هو بيتفرج على افلام وسوشيال ميديا وبتاع، عقله كبر. فما ينفعش النهارده ان انا استخدم طفل كتول كاداه، اقول مثلا انا عايزه اتخلص من حد معين، فاخد طفل عنده 15 16 سنه واقول له روح اقتل كذا واضمن لك حياتك بعد كده وادي لك بقى مبلغ. ما ممكن يحصل، ما هو طول بقى عندنا مش هيتعدم. واحد ضامن ان هو مش هيتعدم. طفل قاتل، منتهك، تحرش، بيهدد، بيكره، عمل كل ده وهو كبر. الناس اللي تقول لا زي طفل صغير يضحك على واحده كبيره، هو مش صغير، هو برضو في الوقت اللي احنا فيه ده هو مش صغير. هما الاثنين وقعوا في غلطات، واحنا اللي بندفع الثمن. الاطفال كلها بتغلط والاهل بيدفعوا الثمن. فانا عايزه اقول ان الطفل ما بقاش طفل، القانون محتاج تعديلات. في ضمانات طبعا في قانون جنايات الاحداث موجود، زي التقاضي على درجتين وحضور الاهليه المتهم وحاجات كتيره، ويمكن في تعديلات اخرى جاهزه في الحاجات بقى، الاعلانات الالكترونكس والحاجات التعديلات اللي منظوره امام مجلس الشعب. ولكن انا دايما بقول ان احنا محتاجين ان احنا يعني نكبر اكتر الوعي ونحتضن الاطفال دول اكتر، ونخلينا عندنا صبر. التربيه مش سهله، خلينا عندنا صبر شويه. وبرده عشان ما اخرجش على موضوع نورهان، انا مقتنعه ان البنت دي فعلا بريئه، وهي واحده بايعه الحياه، فما كانتش هتقول غير الحق معايا. حاجه توحي بانها بايعه وعايزه قالت انا عايزه اتعدم، انا نفسي اتعدم، نفسي اموت. فقلت لها لا تمسكي بالحياه، انا عايزه اموت، انا هعيش ازاي من غير والدتي؟ وحتى لو كنت سبب غير مباشر بجبني وخوفي وعلى نفسي، طب ما انا ايه اللي استفدته دلوقتي؟ طب انا كده بتفضح، وكده برضو امي ماتت كمان. فهي البنت عندها حاله من اللي بيقول لك بتضحك في تحقيقات. البنت عندها سرقها سكينه، هي مش عارفه، بتقول هو ده حلم ده ولا حقيقه ولا ايه اللي بيحصل. فالبنت مش عارفه ايه اللي بيحصل بره على فكره، ولا سوشيال ميديا، ولا ان هي عامله ازاي. هي بتتكلم وخلاص، هي بتقول انا مش عارفه اتخيل اللي حصل، انا عارفه ان امي ماتت، هي مش عارفه غير كده. فامي ماتت يبقى انا عايزه اموت. لكن انا حاولت على قد ما اقدر، زقيته، بس المفروض كنت اتجرأ اكتر من كده، المفروض كنت اعمل اكشن اكبر من كده، المفروض كنت اخد يعني بروسيجر وقتي قدام الناس، اعمل اي حاجه. بس انا خفت برضو على اخويا والنتيجه واحده، وخفت على نفسي، وخفت على شكلي، وخفت من بابايا، وخفت من حاجات كتيره قوي. فهي خايفه، هي عندها حاله خوف وحاله قهر. والمراه دايما عندنا سيبنا كل المواضيع وماسكين بقى في موضوع فقدت ايه وعندها ايه وعذريه، يعني احنا سايبين كل المواضيع عشان بنت بقى، فنمسكها في حاجه يعني ايه، نجيب اجل اخواتها ونجيب اجل باباها. فلازم نتكلم في النقطه دي ونضغط عليها ونضغط هي بقى يا ترى ايه حالتها، انت مالك ومال حالتها، انت مالك ومال حالتها. ما تخلينا في المشكله في الجريمه اللي حصلت ازاي، خلينا في جريمه القتل. حصل القتل ولا ما حصلش، اشتركت في القتل ولا ما اشتركتش، حرضت ولا ما حرضتش، مش هو ده اللي بنتكلم فيه. ايه علاقه بقى نبدا نتكلم هي بنت وعملت يا جماعه، هي خايفه زي ما اي واحده ممكن تخاف، خايفه على نفسها من التشهير زي اي واحده ممكن تخاف، خايفه ان يتقال عليها كلام وحش في منطقه محدوده معروفه كله عارف بعض، خايفه. فغلطت ان هي يعني ما فكرتش اكتر من كده، افتكرت الموضوع هيقف ان هم هيزعقوا مع بعض والوالده هتقدر تتصرف، لان الست كانت شديده من الامهات الشداد اللي هم بيتكلموا كتير كتير كتير، فهي كانت شديده، فقالت ان هي احسن بكتير قوي من هو يروح يتكلم مع اخوها. وطبعا افتكرت نفسها ذكيه، يعني اللي هو هيتكلم مع اخوها فيبدا يشدوا مع بعض وشباب مع بعض. خافت على اخوها جدا، مش حب اكتر يعني لاخوها، لا هي خافت على اخوها. تمام. انا طولت عليكي، ولكن هنهي معاكي الحوار بحاجه كل الناس بتسال عنها. انت كحد قضائي، يعني حد بيفهم في القضاء عن اي حد من الناس اللي بتقول في الراي العام من رايها، لو انا سالت حضرتك وقلت لك قولي لنا العقوبه اللي انت شايفاها اللي المفروض الجاني ياخدها، اللي المفروض انسانيا
بالمعطيات، بالبراهين، بجميع التفاصيل اللي حضرتك عرفتيها، بقضايا حضرتك اضفتي دلوقتي وانت بتتكلمي قضايا تانية خالص، وهي التهديد والتشهير، وفي حاجات كتيره جدا داخل القضيه، وليست قضيه واحده، اصبحت مجموعه قضايا، وكل قضيه ليها حكم، وفي الاخر هيقولوا حدث. ايه بقى اللي حضرتك تقوليه؟ طبعا في موضوع الاحكام ان الحكم الا لله، واحنا نشيد دايما بالقضاء المصري، وعارفه ان هو اكيد حكمه هيبقى هو الحكم العادل اللي يستحقه الاطراف كلها، والطرف المخطئ والطرف القاتل المجرم، فهو هيكون اكيد قضاء عادل. وانا ما اقدرش لمين كاتبين لمين للقاتل، للقاتل اللي هو اللي قتل. أيوة للحدث. طبعا انا اول واحده نفسي واحد مسك حاجه وحطها في حد، انت كده انعدمت خالص كبني ادم، ان انت تشوف الدم وتكمل. طبعا دي انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، فانت تستحق، من قتل يقتل، فهو يستحق الاعدام. لكن احنا في قانون، احنا ملتزمين بقانون، والقانون بيقول ان الحدث اقصى عقوبه 15 سنه. لكن انا بس عايزه اقوله بعدين، ده لما يطلع بعد 15 سنه هينتظروا ايه؟ هينتظروا جريمه تانية يا ترى؟ ده في اخ كبر، في اخ كبر، بنت اخته اتبهدلت ومش عايزه افسر، وامه ماتت، في يعني مش عايزه اقول اكتر من كده.